البنات ان شاء الله تكونوا كان بخير نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. الو حبيباتي، اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده واللي هي وصفه البسبوسه بالمكسرات. بسم الله حبيباتي، ونبداو في المقادير. عندنا 4 حبيبات تاع البيض، كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، كاس ونص تاع دقيق رطب، ونزيدوا لهم نص كاس تاع المكسرات. عندي لهنا الجوز واللوز، مغرفه صغيره تاع لافاني، قشور تاع القارص، وزوج باكيات تاع لاليفر. كما راكم تشوفوا هنا عندي 4 حبات تاع البيض، ونزيدوا لهم كاس تاع السكر، ونخلطهم مليح مليح بالفوي. يعني هنايا خلطوا مليح البنات، باسكو كي تحطوا الزيت والحليب هذيك نورمال توليو تخلطوا عادي، مي هنا في السكر والبيض حركوا مليح مليح باش تزيدوا لهم هذاك النص كاس تاع الزيت، وكملوا خلطوا مليح. فوالا، مي الصح كامل في البيض والسكر، ضربوهم قد ما تقدروا بالفوي. فوالا باش يطلع لكم شغل موسكوتشو. فوالا البسبوسه تجيكم كي الموسكوتشو. وزيدوا لهم نص كاس تاني تاع الحليب، وزيدوا خلطوهم مليح معاهم. فوالا هكذايا دخلوها مليح مليح. زيدوا هذيك نص مغرفه ولا حتى المغرفه تاع لافاني. فوالا لافاني يعني كما على بالنا حنا تنحي الريحه تاع البيض تاعنا. وزيدوا لهم هذاك القشور تاع القارص. انا هنايا ما كترتش، درت غير شويه. فوالا هكذايا. ونزيدوا لهم كيما قلت لكم كاس ونص تاع دقيق رطب، هذا هو الكاس الاولاني. وندخلوه مليح مع الخليط ديالنا. فوالا كي تدخلوا هكذا كامل الكاس تاعكم الاولاني، زيدوا نص كاس واحد اخر، تما كلش كاس ونص باش تتقال لكم البسبوسه ديالكم. ونص كاس الاخر كملوها بالمكسرات اللي عندكم. انا لهنايا كان عندي الجوز واللوز مرحي، دونك زدتهم هكذايا. وزيدوا زوج باكيات تاع لاليفر ديالكم، هذا الباكي الاول والباكي الثاني. فوالا دخلوهم مليح مليح. واش نقول لكم يا البنات، هاد البسبوسه كيفاش تجيكم بزاف طريه وبزاف هايله، يعني تجي ما شاء الله. سيرتو كي تزيدوا تشربوها وتخلوها تبرد لكم. واش نقول لكم هكذايا. وتزيدوا لها هاد المكسرات اللي كيما تحبوا واش يكون عندكم. فوالا، ومن الاحسن كي ترحيوهم ما ترحيوهمش، تما ما ترحيوهمش بزاف، خليوهم شويه. فوالا هكذايا راني ندخل فيها مليح مليح. شو نقول لكم على البنه، المكسرات يزيدوا عليها النص هكذايا. وكما قلت لكم ما تريحيوهاش تتولي فا نو، خليوهم هكذاك باش تستبنوهم. وهكذا لازم تكون الخليط ديالكم هكذا يكون ثقيل. فوالا هكذايا. انا بعد ما كملته كامل كيما راكم تشوفوا هذيك المكسرات، شوفوا كيفاش قعدوا لي شغل الحبيبات هكذا طريفات. وهذه هي السنيوه ديالي، دهنتها بالزيت وزدت لها شويه فرينه عفوا هيدا. وتحطوا هذيك الخليط ديالكم، شوفوا كيفاش جا ثقيل. وفوالا هذا هو، حطيته في السنيوه، زقمته مليح ودخلته للكوشه. خليوه طيب شويه من تحت، ومن بعد كتسيبوها طابت من تحت باش تشعلوها من الفوق. هاي ليك بعد ما طابت لي وحمرتها مليح من الفوق كيما راكم تشوفوا. وجبت لها الشربات ديالها. الشربات واش درت فيها كاس تاع السكر، زوج كيسان تاع الماء، برج تاع قارص، وشويه تاع الماء زهر، وخليوهم يغليو وخليوها تبرد والبسبوسه تكون سخونه وديروها. هلا حبيباتي، وهي لك البسبوسه ديالنا بعد ما طابت وبردت وديكوريتها بلوز ايفيلي وبلي سوريز. واش نقول لكم يا البنات، جات ما شاء الله واحد البنه ومشربه. وكما قلت لكم هذيك المكسرات زادوا في البنه. فوالا حبيباتي، رانا لحقنا لافا تاع الفيديو ديالنا. جيسبر تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها. وكما نقول لكم دائما ما تنسونيش في الابوني والجيم، ابوني في لاباج انستغرام انيسه زيبك، وفي التيك توك لو موند روز. وما تنسونيش بدوك لي كومونتير الشابين اللي كيما نتوما. وتهلاو في روحتكم، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. باي.